والله مع شوية تونة ولا بيض. يا سلام عليك، يا سلام عليك. انا رايح ليبيا بكره. الفكره جت ازاي بقى ان انت تفتح في مدينه نصر ليبيا؟ بص خبزه قد ايه اصلا، ده الواحد يتصور معاها. دي اسمها ايه؟ اسمها باكيتا في ليبيا. باكيتا ما شاء الله. بصوا خبز الليبيه، الله اكبر عليك. اي حد من ليبيا بقى يشرح لي الزميطه دي بيعملوها ازاي. السلام عليكم. انا النهارده في ليبيا بس في قلب مدينه نصر. ما شاء الله المكان اللي وراه ده بيبيع كل المنتجات الليبيه، بس انا مخصوص جاي عشان الكوشه عندهم اللي هي هنا دي. الكوشه بيعملوا فيها مخبوزات وحلويات شرقيه وحلويات غربيه، والخبزه الليبيه. الخبزه الليبيه دي بقى اختراع. انا عشت في بنغازي شويه واعرف الخبزه الليبيه كويس، ونخش بقى جوه. انا بقيت بتكلم ليبي شويه اهو. نخش بقى نشوف الخبزه الليبيه بتتعمل ازاي، ونشوف المنتجات اللي عندهم الليبيه. انا بعشق الهريسه وبعشق الشاني. عندهم مشروب اسمه شاني خطير. يلا بينا نخش ليبيا بس في قلب مدينة نصر. يلا بينا. السلام عليكم. طبعا المدير حبيبي القائد بتاع الماركت الليبي المعلم حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله والله. عرفني بنفسك بس الاول. معاك طارق، نص ليبي ونص مصري. هو قال لي انت اصلا فاتحين بقالكم قد ايه هنا؟ بقالنا ربع سنه دي. بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا باشا. الفكره جت ازاي بقى ان انت تفتح في مدينه نصر ليبيا؟ ده هنا اكترية السكان هنا ليبيين. الجاليه الليبيه متمركزه هنا. هم بيسموها مربع الذهب يعني. ما شاء الله. كل المنتجات الليبيه مفيش حاجه ناقصه. لا الحمد لله. يعني هتورينا ما شاء الله صوره عمر المختار الشهيد المجاهد اهو. ما شاء الله، ربنا يا رب يرحمه ويجعله من في زمره الشهداء. انا عن نفسي انا عشت في بنغازي فتره كبيره يعني، وليا قرايب هناك كتير جدا ببعت لهم التحيه من هنا. فانا الاكل الليبي بالذات العصيده بقى هنتعرف عليهم بقى، والبازين والحاجات اللطيفه دي كلتها هناك وكانت عشق بالنسبه لي. وبالذات الخبزه الطويله اللي هي مش عارف اسمها ايه. الخبزه الطويله دي بنينه قلت لي؟ البنينه. البنينه. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. مستني الخبزه الليبيه انت على نار ما شاء الله. انا ما عرفتش باسمك. سامي حبيبي ربنا يبارك في عمرك. خلينا ناخد خبزه شويه. يلا يا باشا سخنه ايه. صوري وناخد خبزه. يلا اهو خش. دي فرده. لا دي فرده دلوقتي. دي يعني عليها طقوس غريبه. ما شاء الله. تاكلها بايه بقى؟ تتاكل مع ايه؟ دي تحط شويه هريسه عربيه. لا هريسه ليبيه مش ليبيه. ما في برضه هريسه تونسيه عندكم. لا هريسه عربيه. ايه حلو. تقدر تصورها غادي هريسه عربيه. صورها. ما انا جاي اشوف كل حاجه. شويه تونه ولا شويه بيض اهي. جابها لك اهو. بص الله. دي مع الخبزه مع الخبزه المحوره. انت جريت ريقي يا باشمهندس. جريت ريقي والله. مع شويه تونه ولا بيض. يا سلام عليك. يا سلام عليك. انا رايح ليبيا بكره. قول لي حضرتك منين في ليبيا؟ طرابلس. ايه الفرق في الخبزه اللي بتتعمل في مصر واللي في ليبيا؟ في فرق الاول؟ في فرق ماشي. الفرق اللي تحكي عن الليبي عن الخبزه ايوه الليبيه. يعني نفس دي خبزه ليبيه صح؟ في ليبيا مختلفه ولا في مصر عن مصر هنا؟ لا مختلفه. الكواليتي غادي افضل لكن والله لكن هذه بريحه الحبايب. انت مش انت الخبزه المصريه ما تمشيش معاك. لا ما تمشيش معايا بالنسبه لي انا. ولا ناس كتير اوقات تمشي معايا لكن ليبي يا اخوي. ما شاء الله. ما شاء الله. انا اتشرفت بحضرتك والله. تسلم بارك الله فيك. وان شاء الله انتم منورينا اصلا. بارك الله فيك. ودي بلدكم. تسلم. وانا لما بروح ليبيا بحس ان هي بلدي اصلا. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. اتفضل في اي وقت حبيبي. ربنا يبارك في عمرك. اتشرفت بحضرتك. تسلم. هي بقى الخبزه المدوره دي. اسمها محوره دي. محوره. الله. هي دي الخبز الليبيه الاصلي. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ينزل. بصوا دي الخبزه المحوره. سموها محوره وفي ليبيا كانوا بيسموها مدوره. فمش عارف بقى ممكن تكون مختلفه. الخبزه دي انا عشت فيها كتير قوي وكنت بعشقها. والحمد لله لقيتها في مصر هنا بتتعمل في اسواق ليبيا اللي موجود في مدينه نصر. عباس العقاد. وبص بقى عرفنا عليك الاول. اخوك خالد عبد المنعم. خالد مصري. من ايه؟ المنوفيه اساسا. ليه ربنا يبارك له. الله يبارك فيك. قول لي مختلفه ايه عن المصريه؟ هي بتختلف في طريقه العجين. طريقه العجين بس. وفي الخامات بتاعه العجين نفسه. حلو. وفي الصنعه بقى اكيد يعني. بس البتاع ده تحس انه مصري بتاع العيش البلدي بتاع زمان صح؟ بس احنا بنستخدمه بقى احنا في المحوره بتاعت الليبيه دي. وهناك كانوا بيعملوا نفس الكلام ده. انا عشت اصلا في بنغازي فهم بيعملوا نفس الكلام ده. هم شغلهم في بنغازي وفي ليبيا طرابلس. او في طرابلس
كله الشغل اسمها ايه دي اصلا؟ دي الزانه، عندنا احنا في مصر هنا بنسميها الزانه. بصوا عامله ازاي الزانه، ارجع كده هات لنا الزانه كده كلها. بصوا الزانه عامله ازاي ما شاء الله. تحيه للشعب الليبي كله والله العظيم، انا الليبيين اخواتنا وعلى راسنا واللي مشرفينا في مصر بلدهم، واحنا اهلهم وهم اهلنا كمان. موجود بس اكيد اللمبه بسيط كده هيتعدل. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. بصوا 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 خبز الليبيه، الله اكبر عليك. على ما انا كده في ليبيا، حتى ريحه الكشري والله العظيم فكرتني بهناك جدا، لان هم بيحبوا العيش اللي فيه لحم ده. ما شاء الله بصوا عامل ازاي. بصوا الخبز الليبيه طالعه ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله. وصلت اهي، وصلت السوق سخنه وطازه. ده ليبي ماشي، ده كسكسي ليبي وانا مدخنه اللي هي بكبوكي دي برضو بتتعمل، دي بكبكه تنت الوفاء الليبي. كنا موفرينها هنا ما شاء الله قطع برضو دي. بصوا عامله ازاي ليبي. دي ريو، دي تونه ريو. بصوا الهريسه دي شيء كده يعني مقدس على الاكل عند الليبيين، مفيش ليبي ما بياكلش الهريسه. بصوا الهريسه الليبيه، بصوا دي الليبيه ماشي، بس دي عندهم مشهوره جدا جدا، شفتها كتير قوي هناك. ادي الهريسه الكبيره الليبيه والهريسه التونسيه. زمطه ده ايه عباره عن ايه الزمطه دي بقى؟ ايه عباره عن ايه الزمطه؟ اي حد من ليبيا بقى يشرح لي الزمطه دي بيعملوها ازاي، شرح وافي في التعليقات. قولوا لي الزمطه دي بتعملوها ازاي في ليبيا. الحمد لله انا لقيت صاحب المكان. انا سيد علي، مصري ما شاء الله. كنت مقيم في ليبيا فتره كبيره. يعني الفكره دي بتاعت مصري؟ بتاعت مصري يا راجل. لا وكان قاعد في لا دي مفاجاه. لا دي مفاجاه. وكان انت شكلك ليبي 100%. ما عشان احنا قعدنا يعني معاهم وعشرناهم اكتر من 30 سنه ما شاء الله عليك. لما قامت الثوره الليبيه فقلنا ده اكتر حاجه ممكن هم الليبيين يستخدموها عندنا هنا في مصر، الكوشه بتاعتهم طبعا. والاكل الخبزه دي ما بيستغنوش عنها اصلا، حتى اللحوم برضه. فعشان كده ده المركز بس انا اتغشيت فيك. ليه؟ انا اول ما شفتك قلت ليبي. لا ما ده والله العظيم ما شاء الله. لا بقالنا 30 سنه هنا. بس انت منين من مصر؟ ومعايا شريك هنا من مدينه نصر، ومعايا شريك ليبي برضه ما شاء الله عليك. يعني معايا عباس طاوون ده شريك ليبي. طب قول لي انت بتوفر لهم ايه بقى غير الخبزه؟ قول لي انت هنا موجود ايه تاني؟ كل حاجه موجوده ليهم يعني كل حاجه ليبيه موجوده منهم. التونه الليبيه سواء عندك تونه الجنزور او التونه الوفا او الطماطم بتاعتهم، طماطم البستان اللي بيسموها طماطم الحجه. حلو. تمام. عندك جميع المكرونات بتاعتهم، الزبيجه دي الحاجه الاساسيه عندهم، المكرونه المدخنه موجوده. الحليب المبخر ده دلوقتي يقول لك يا سلام يا سلام جامده على الصبح دي. ما شاء الله. المشروبات بتاعتهم الشاني، انا عايزك ممكن تيجي معايا وريني الشاني. الشاني. بص الشاني دي ليها ذكريات معايا رهيبه بصراحه. يسلم الشعب الليبي اللي عمل الشاني، طعمها رهيب، طعمها حلو جدا. فانا وانا ماشي هاخد منه ايه شويه كده شاني نوديهم. ده العصير برافو، وده البرتقال الفريش ما شاء الله، مش موجود منه هنا في مصر يعني. دايما عندنا العصير العاديه. وريني يا راجل ريحه الحبايب. وعصير الجودي ده برضه مش موجود غير لا دي ما شاء الله. ده رمان في منه لوز ورمان وعنب. ده بيتخلط. دي بلد مشهوره في زيت الزيتون. وده نوع تاني بتاع غريان. خرابي على ريحته. ده نوع غريان، ده معصور على البارد ما فيهوش اي حموضه خالص. ده بقى عسل السدر الاصلي. حلو. اصلي يعني اصلي، يمكن احسن من العسل اليمني كمان. وفي دليفري. طب قول لي رقم التليفون دليفري. في 012 011 34 594. اي حد عايز حاجه ليبي على طول يجي هنا في اي وقت في اي حاجه انتوا عايزينها. السيد اهو. تحيه للشعب الليبي واهلنا في ليبيا، وانا ببقى مبسوط ان انا بصور الحاجات اللي الناس بتحبها. فاتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. سلام حبيبي.